لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا فنان كلنا نعرفه بعفركوش السينما المصرية أو حنظلة أو مجانس. هو الفنان محمود فرج. شبيك لبيك خدامك بيت ايديك، تطلب ايه؟ اطلب بوليس اللي ابدا. انت مين فهمني؟ انت ما تعرفش قيمة الفانوس ده يبقى الفانوس السحري، فانوس السعادة يا مصطفى. الذي كان في زمن الفن الجميل. الفنان محمود فرج من مواليد محافظة الإسكندرية، ولد يوم 22/1 عام 1933. ما هذه الرائحة حنظلة؟ ألا تستحم يا رجل؟ إنها رائحة إنسان، ثم أنا فخور بها. أول بدايته الفنية في فيلم أيامنا الحلوة مع الفنان أحمد رمزي. كان قبل التحاقه بالعمل الفني بطلا من أبطال الملاكمة في مصر، وهو عم المصارع الكابتن الراحل ممدوح فرج. إلهي صب عليهم نقمتك وغضبك، صب عليهم نقمتك وغضبك. وي يا ويلتي سن الذراع. إنها سليمة. وحصل أيضا على بكالوريوس تجارة، ودرس خدمة اجتماعية بالإضافة إلى تخرجه من معهد الفنون المسرحية. فقد كان محبا للفن والعلم والرياضة. بفضل ملامحه وجسمه الضخم الرياضي لفت نظر المخرجين بأن يحاصروه دائما في أدوار الشر، برغم عشان تشرفنا حضرتك. انت ليك عندي 7 طلبات، اطلبهم انفذهم لك حالا. فلوس، عايز فلوس كتير قوي، هعوض اللي فاتني كله. أنه عكس ذلك في الحياة الطبيعية. فقد وصفه إسماعيل ياسين بأنه طيب القلب. قدم طول حياته ومشواره الفني أكثر من 100 فيلم، ولكن لم يتم شهرته إلا من 3 أفلام: فيلم الفانوس السحري، وفيلم إسماعيل ياسين في البوليس الحربي، وفيلم فجر الإسلام باسم حنظلة. وشارك في فيلم عام 1964 فيلم إيطالي كان اسمه ابن كليوباترا مع الفنان الراحل يحيى شاهين. وقدم فوازير مع شريهان عام 1987. وفي آخر أيامه انحصرت عنه الأضواء، وبعيدا عن عمله بالفن فهو كان موظفا بوزارة الكهرباء، وأحيل للمعاش وهو بدرجة وكيل وزارة بالإسكندرية. وقبل رحيله كان متأثرا بحالة نفسية سيئة بعدما عجز عن دفع فاتورة مياه كبيرة، مما تسبب بأن مالكة العقار التي كان يسكن فيه كانت تكاد أن تقطع عنه المياه، وأن معاشه كان ما بيكفيش إنه يجيب علاج السكر، وظل مريضا في الفراش حتى رحل عن عالمنا يوم 5/7 عام 2009 عن عمر يناهز 76 عام. يا مجانا سهول، خد يا بختك. ايه، شوربه ولا مش شوربه؟ شوربه يا فندم. دي نبذة مختصرة عن النجم الراحل المنسي محمود فرج.